اش اخبارك؟ جيت نسول فيك. جبت لك معايا قهوه. عاودي لي كي بقيتي. امم تتألم ياك؟ صعيب تنساي شي واحد. السؤال واش صعيب تنساي هو ولا صعيب تنساي داك الاحساس اللي حسيتي به في وجوده هو؟ حيت الفرق راه كبير. بعض مرات تيحسب لينا راسنا اننا باقيين على ديك العلاقه دي مع داك الشخص، وفاش نجيو نشوفو تلقاو ان الاحساس اللي نقصنا، الاحساس اننا مرغوب فينا، انهم شايفيننا، انهم اختارونا، انهم مره واحده ما تخلاوش علينا، بغاونا، تنديرو واحد الاسقاط على داك الاحتياجات الداخليه لهداك الشخص، وتنوليو ماشي في حاله حب، تنوليو في حاله تعلق بالاحساس، بالشعور، بالوناسه انني ما نكونش وحدي. قولي لي واش تقدري تميزي بيناتهم؟ لان الحب ما تيخليكش في حاله خوف، في حاله قلق، تيخليك في حاله ديال الطمأنينه، تسليم، راحه. اما التعلق تيخلي الجهاز العصبي ديالك ديما تعطي واحد الاشارات ديال الخطر. غيتخلاو عليا، غادي يخليوني، غادي يغدروني، تيقارنوني بناس اخرين، ما فهمونيش، غيظلموني. هذا تعلق. فاش الحياة ديالك تتولي كلها دايرة على هذاك الشخص، الميساج اللي غيجيك منه، اشعار في الهاتف، اس ام اس، واتساب، واش شاف ستوري ديالي، واش ما شافهاش، واش علق، واش ما علقش، واش جاوب دغيا في التليفون، واش ما جاوبش، شاف الميساج ديالي ما جاوبنيش. هذا تعلق مرضي، هذا احتياج، شعور تيجي من نقص، ما تيجيش من امتلاء، ما تيجيش من حب، ما تعطيكش البهجة والسرور والطمأنينة والراحة إلى آخره. تعلق شرك صغير، لأنك تتعلقي بشي واحد تتعلقي بالخلق وما تتعلقيش بالخالق اللي خلق هذاك الخلق. باش تحيدي وتفكي التعلق خصك ترجعي لذاتك، تسليم لأقدار الله. اللي طرات وجات ديالك، اللي ما طراتش وما جاتش ماشي هي ديالك. بحال واحد الحمامه غتحطيها في يديك، ما غتشنقيش عليها باش تبقى، غترخي، بقات واقفه راها ديالك، مشات ما مكتباش ليك. وتهلاي ليا في راسك، ما تنسيش تشربي ليا القهوه.